المسألة مسألة خلق قبل كل شيء. يعني هم يقول لك لا أصله ده مش بيحبها وأصله مش عارف إيه حاجات كده، أبدا. لأن الحب بيروح ويجي، الحب بيروح ويجي والعواطف متقلبة بطبيعتها. وإذا كانت العلاقة شهوانية فالشهوة قصيرة العمر خالص، ما تشبع يبقى تحاول تغير الطبق على طول، ما تقدرش تاكل من طبق واحد حتى لو كان ديك روم. فمن طبيعة الشهوة إنها ملولة. فالجواز اللي هيعتمد على علاقة شهوانية وإعجاب شهواني ما يعيش إلا 10 أيام ولا 12 يوم، قبل ما شهر العسل يكون انتهى من زمان. فالحب بقى إذا كان فيه رابطة عاطفة بتطول شوية لكن مش قوي برضه. ليه؟ لأن العواطف برضه يعني متقلبة. ممكن شيء اللي انت تحبه ممكن تبقى تكرهه، مش بس تزهده وتكرهه. الشيء الوحيد اللي فعلا يثبت العلاقة هي ان العقل يبقى مقتنع ان فعلا الإنسانة دي فعلا بالنسبة لي وبالنسبة لحياتي لها ضرورة. واخد بالك؟ هي مش حكاية عاطفة، لا. فطبعا لأن العصر دخلوا حكاية تزييف السينما والغنى والشعر وبتاع اللي هي يدور كله حول كلمة أحبك، فبتهيأ للشاب إنه لما بيحب انتهت القضية. إيه المشكلة؟ يا بابا جوزني دي خلاص. لكن لا، دي الحكاية مش كده. دي مسألة عابرة وبتتغير وسريعة الزوال، واللي بتحبه النهاردة ممكن ما تحبوش بكرة. فلازم يبقى فيه عنصر تاني، عنصر تفاهم وعنصر تعقل وعنصر احتياج حقيقي متبادل مبني على أشياء ولأنه هتبقى رحلة عمر، ما هياش ساعة. فطبعا لأن أكتر الزيجات مبنية على كلمة أحبك ما تنفعش. طبعا لو كان في بقى طبعا إحساس اللي قلنا عليه ده التفاهم والعقل وبتاع بيبقى في أمل أكتر، بس لازم عنصر تاني بقى. إيه العنصر الثالث أو الثالث بقى؟ العنصر الثالث في العلاقة أو الحياة الزوجية عنصر أخلاقي صرف. يعني استعداد الإنسان إنه يتنازل عن أنانيته في مقابل الآخر، يبقى في تنازلات متبادلة لأنه مش لوحده. ودي مسألة أخلاقية بقى، يعني في ما تلاقيهاش إلا في النفوس الخيرة المعطاءة. دول قليلين.